ازيكم يا صحاب؟ بسم الله. السلام عليكم في بداية فيديو جديد ضرب نار جامد جدا. ازيكم يا صحابي يا جامدين؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. عارفين يا جماعة مين ده يا جماعة؟ ها؟ عارفين ها؟ مين ده؟ مين ده؟ وولف باك. عارفين يا جماعة مين ده يا جماعة؟ ها؟ عارفين ها؟ مين ده؟ مين ده؟ وولف باك. يا جماعة يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، ده مين وولف باك. هنحكي لكم يا جماعة النهاردة قصة ماب بروكهيفن. ازاي يا جماعة؟ خدوكم كل اللي عليكم يا جماعة هنروح سوات سيبتور ده. فيا جماعة انتم مش هطول في السلسلة دي، ده في جزء سادس يا جماعة. ماشي يا جماعة، واجيب لكم الواد سيبتور. يعني سيبتور ده هيطول بس مش مهم، المهم نخلص سلاسل قصة بروكهيفن. فيا جماعة سيبتور ده بيطول قوي، رغاي، بس معلش يا جماعة رغاي قوي، كلنا رغي. وولف باك يا جماعة ده بقى الماب خلاص. يلا يا جماعة النهاردة هحكي لكم قصة بقى الماب. فلما اخلص السلاسل يا جماعة واخلص قصة سامسونج هنزلكم العاب الجيمنج. يعني مثلا اخش مابات في روبلوكس، العب ماينكرافت، ما تقلقوش. يلا نروح لبات سيبتور. يلا يا سيبتور، وانت اللي كاتب روبلوكس باك ماب البيوت يا عم؟ روبلوكس هي اللي مش باعت، ده وولف باك هو اللي باع الماب بيوت، ماب بروكهيفن. قبل البيوت اتباع ونهاية روبلوكس للأبد، وتغيير شكل متجر لعبة روبلوكس، وتحديث قوي جدا في لعبة روبلوكس، وأخبار تانية معانا كتير جدا في فيديو النهاردة. لكن قبل ما نبدأ في جيف زي ما شايفين في شخص اسمه بارجفا حاجة زي كده، بيقول بروموتريك لايتنينج فانز فور ماي هالف لايف ريميك تمام. فجايب لكم كده زي ما شايفين هنا في الفيديو ده من الماب بتاعه في روبلوكس ستوديو، وهو جايب الإضاءة على اللي هي المراوح دي. زي ما شايفين لو تلاحظوا إن هي واقعية قوي زمان قبل ما موضوع الإضاءة واقعية فعلا يا سيكتور. واو ايه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب، النت ضعيف ولا ايه؟ اصحابي جامدين، النت ضعيف. استوديو وهو جايب الاضاءه على اللي هي المراوح دي. زي ما شايفين لو تلاحظوا ان هي واقعيه قوي زمان قبل ما موضوع الاضاءه ده ما ينزل تمام. طبعا يا جماعة اصحابي يا جامدين، النت معلش يا جماعة، النت عند مصر كلها وحش. فوز ب 200 روبوكس. وكمل الفيديو للاخر وبس. لايتنينج فانز فور ماي هالف لايف ريميك تمام. فجايب لكم كده زي ما شايفين هنا في الفيديو ده من الماب بتاعه في روبلوكس ستوديو، وهو جايب الاضاءه على اللي هي المراوح دي. زي ما شايفين لو تلاحظوا ان هي واقعيه قوي زمان قبل ما موضوع الاضاءه ده ما ينزل تمام. كان لو انت حاطط مثلا مروحه والمروحه دي عماله تلف، الاضاءه هتخرج من مكان واحد، ولكن زي ما شايفين دلوقتي الاضاءه بتخرج من الاماكن اللي هي يعني زي ما شايفين هنا مفيش اضاءه لان هنا مقفوله، ولكن هنا في الحته دي طالع منها اضاءه زي ما شايفين، وكل ما تلف الاضاءه بتلف معاها. فحرفيا الواقعيه زادت جدا في لعبه روبلوكس في مابات معينه، ولكن حرفيا يعني انا شايف الموضوع ده جامد جدا وهيخليك تحسن تجربتك، ولكن الموضوع ده هيأثر على الناس اللي هم معهمش اجهزه قويه. فيعني ربنا يستر وبس. يلا بينا على الخبر اللي بعده. الخبر اللي بعده معانا وهو زي ما شايفين من صفحه روبلوكس البرازيليه، بيقولوا لا بهزر خلاص ماشي، نعمل ترانسليت كده. بيقولوا روبلوكس plans to release a free tutorial feature for real money paid games as well as new cheaper pricing option. يعني دلوقتي بص دي بكام والدومينيس دي بكام؟ يا نهار ابيض يا جدعان، والله هنجرت من الحاجات اللي بشوفها دي. ما علينا، يلا بينا على الخبر اللي بعده. اوكي الخبر اللي بعده معانا وهو ان بروكهيفن اتباع. يب للاسف ماب البيوت اتباع اللي اسمه وولف باك ده. زي ما شايفين بيقولوا وولف باك هاز سولد بروكهيفن تو فولدكس تمام. في شخص اسمه فولدكس او شركه اسمها فولدكس تمام، هي اللي اشترت ماب. اصبر يا عم، دي مش شخص، دي شركة يا عم. فعلا اللي انت قلته صح، شركة. فهي شركة دي اسمها شركة فولدكس.
بيوت، ودلوقتي اللي هو صاحب باب البيوت اللي هو بروك هيفن مان وولف باك تمام ما بقاش ليه صلاحيات دلوقتي لماب البيوت لانه خلاص. للأسف يا جماعة عنده حق، فعلا كلامه صح. ما بقاش وولف باك صحيح مع الماب، لأن وولف باك يا جماعة ساب انتوا عارفين يا جماعة إن هو ساب عيلته، يعني عيلته كلها سابها. يعني القصة دي هقولها لكم في فيديو نايت، فأنا هطول في الجزء، يعني مش هعملكم جزء سادس عشان انتوا بتزهقوا، فممكن أعدله يا جماعة بالتطبيق اللي اسمه كاب كات. بس هو فيه فلوس وأنا معيش فلوس، فيلا نكمل باعوا للابد، واللي كان بيعمل لنا اسرار بقى وبتاع وكده خلاص ماب اللي كان بيقول لنا اسرار عن ماب البيوت، ماب بورك ما بقاش بتاعه. وحاجه بجد حزينه جدا ان هو باع الماب ده. زي ما شايفين لو دخلنا على حسابه مش هتلاقوا ان ماب البيوت تبعه شفتوا؟ اقول لكم ايه، مش هنلاقي ماب البيوت تبعه خالص لان حرفيا اتباع للابد. فحرفيا حاجه حزينه جدا، ويعني للاسف يعني ماب البيوت مش هيبقى فيه اسرار ولا التحديثات القويه جدا اللي كنا بنشوفها زمان تمام. ولكن الله اعلم يعني ممكن يكون في تحديثات قويه جايه في المستقبل من الشركه دي. ولكن عموما شركه فولدكس دي هي شركه بتضم العاب كتير جدا جدا جدا، فزي ما شايفين في المستقبل بقى يا جماعه. أنا كمان يا جماعه مش عارف ايه اللي شبه الفيسبوك ده، حد ممكن يعرفني؟ انا حاسه فري فاير ده اللي شبه الفيسبوك ده. اصبروا هوريكم. هو يا جماعه هو ايه البتاع ده اللي شبه الفيسبوك؟ اللعبة شبه ايه بالعلامة الحمراء دي انتم شايفينه دلوقتي؟ ممكن اعرف ايه ده؟ اكتبولي في الكومنتات. فولدكس دي عندهم لعبه ترافينج امباير. اللعبه دي مفضله جدا لقلبي وبحب العربيات جدا تمام. واللعبه اللي هي بتاعت كره اليد دي ما اعرفش اسمها ايه، واللعبه اللي هي البيس باتل وبيد وورز تمام، واللي هي الزو ساموراي دي تمام، واللي هي دونجوان كويست تمام. ف مش عارف والله انتوا ايه رايكم في الحوار بتاع اللي هو ان روبلوكس ما بقتش ماب البيوت ما بقاش يعني تبع وولف باك. انا بصراحه متضايق جدا من الحوار ده ومش قادر افهم هو ليه عمل كده ولكن بنسبه كبيره هو اتباع بملايين الدولارات. حرفيا بنسبه كبيره هو اتباع بملايين الدولارات وارقام عاليه جدا. وزي ما شايفين هنا كاتب لكم حرفيا اللي اسمه فولدكس ده كاتب لكم حاجات كتير جدا، وبيقول لكم ان ماب البيوت ده من اقوى اللي مش عارف ايه في لعبه روبلوكس، واول ماب في لعبه روبلوكس كلها، وجايب عدد فيزيتات مش عارف ايه، وبيلعبوا عدد مش عارف كام في الشهر تمام. احنا عارفين ان ماب البيوت جامد جدا تمام. وبيقول للناس بقى ان هو هيعمل تحديثات قويه ان شاء الله ومش عارف ايه، وبيتكلم عن حاجات زي كده يعني. فسوف ننتظر اسبوعين كده ونشوف التحديثات اللي بتاعتك هتبقى عامله ازاي يا باشا. وبس وقولوا رايكم بقى في الحوار ده في الكومنتات، تتوقعوا ايه بالظبط اللي هيحصل وهيتم بالظبط بعد ما الشخص ده يبقى الاونر بتاع بروك هيفن. وبس يلا بينا على الخبر اللي بعده والخبر الاخير معانا. الخبر اللي بعده معانا زي ما انتم شايفين ده حد اسمه دانكن مات بيقول ان روبلوكس نو one can have the same display name as star creators username. يعني دلوقتي لو في مثلا شخص في لعبه روبلوكس ايوه استنوا، مفيش حد شايفني ودلوقتي اقدر اعمل الحاجه اللي بحبها. يا جون الحق، اعتقد ان وولف ابتدى دلوقتي، يلا قوم صوره بسرعه. هو ده الكلام، لو ابتدى دلوقتي هلحق اصوره. اي سايب الشغل بتاعه وقاعد بيلعب. وريني بتعمل ايه. انا مش عايز اكون مجرد موظف عادي، انا هجتهد وهتعب جدا جدا لحد اما في يوم من الايام هبقى حاجه كبيره. يمكن محدش يصدقني والكل هيتريق عليا، ولكن ده اللي انا نفسي فيه. ايوه طبعا ده اللي انت نفسك فيه. هاي كمل يا حبيبي لعب، كمل. وولف راح في داهيه، هيطرد النهارده من الشغل اكيد. بيقول لك عنده احلام، قال ما تشتغل مبرمج زينا وانت قاعد وبس، بطل الافكار العبيطه اللي عندك دي. ودلوقتي نبعت المقطع دوت للمدير. هاي اعتبر نفسك اترفدت يا وولف. واخيرا خلصت لعب روبلوكس. انا مش مصدق نفسي، اللعبه ديت عبقريه، مديه الفرصه لاي حد يبدع جواها ويعمل المبات اللي هو عايزها. انا مش مصدق اللي شافته عينيا. ده اللي بيحصل لما بتدي فرصة لحد ان هو يكون كبير وهو ما يستحقش يكون كبير. وولف قاعد في الشغل بيلعب. ماشي يا وولف، انا هدفعك التمن كويس، هوريك ازاي تستغفلني. ايه الانذار اشتغل؟ يعني المدير جاي دلوقتي. اقفل اللعبة وافتح الشغل على طول. ايه ده؟ الانذار ده اشتغل ازاي؟ هو ايه وظيفة الانذار ده يا وولف؟ ثواني بقفل الشغل وجاي. الانذار ده وظيفته ان هو يقول ان انا قعدت اشتغل كتير
انا فضلت اشتغل كتير جدا جدا. نعم. انت بتستغفلني يالا؟ في الحقيقة أنا مش عايزة أتكلم وأقول حاجة. وولف دايما بيشتغل كتير أوي. بيشتغل جوه لعبة. نعم. انت بتتكلمي ليه؟ انت مالك؟ انا احسن واحد هنا بجتهد في الشغل. ايوه فعلا احسن واحد بيختم الالعاب في روبلوكس. اي ودلوقتي سلام يا ولف. انا جالي مقطع وانت بتلعب وسايب الشغل بتاعك، وعايز اقول لك حاجة، انت مرفوض. نعم يا لهوي. خلي بقى احلامك تصرف عليك وعلى عيلتك، ورينا هتصرف عليهم ازاي وانت مرفوض مالكش اي مرتب. ده هو بجد؟ أنا لحد دلوقتي مش قادرة أتخيل إنك قاعد بتلعب وسايب بنتك هنا عمالة تعيط. اللعبة اللي أنت بتلعبها ديت آخرتها إيه؟ انا عايزك تهدي شوية. القصة دي انا حقيقية ببرمج لعبة، ما تقلقيش، انا عارف انا بعمل ايه كويس. اللعبة ديت في يوم من الايام هتجيب لي فلوس وهتشوفي. انت كداب، مستحيل اللعبة ديت تجيب لك فلوس. اللعبة ايه اللي تجيب فلوس؟ البنت عيانة بتموت عمالة تكح، روح هات لها العلاج دلوقتي. طيب حاضر هوقف الشغل وهروح اجيب لها العلاج حالا، ما تقلقيش. بس انا المشكلة ان انا معيش فلوس. وانا اعمل ايه يعني؟ اتصرف انت راجل البيت. حاضر اكيد هتصرف اكيد. هروح المستشفى دلوقتي. حبيبتي خليكي هنا. انا اسفة بجد يا ولف، لازم اساعدك تخرج من اللي انت فيه. لو ما كانش نافع بالذوق يبقى لازم اساعدك بالعافية. انا هكسر الكمبيوتر ده نهائي. خد يا دي السيستم وسنين السيستم، انت دايما كده على طول معلق وكاتب الارقام غلط، وبعدين بقى مش هعرف اشتغل كده. الصيدلية ما تمشيش غير بسيستم، يعني مفيش اي نظام تاني يخليني ابيع بسهولة عن كده. لو سمحت انا محتاج العلاج اللي في الروشتة. معيش فلوس، ووعدك ان انا هرد لك الفلوس لما يبقى معايا فلوس. انا في يوم من الايام هبقى غني جدا جدا. ايوه اشتغل يا سيستم يا غبي انت. يعني حضرتك بترفض تديني العلاج ده الطفل اهو. انا عارف ان انتوا تعبانين معايا وتعبانين في الظروف الماديه، ولكن جبت لك الدواء. برافو، انا مش مصدقه انك عرفت تتصرف. لما ادخل بقى اشتغل واخلص اللي ورايا وانت ادي الدواء للبنت. خدي. لحظه وولف، انت مش هتشتغل ولا حاجه. انا اسفه ولكن انا كسرت لك الكمبيوتر. نعم. ليه عملتي كده؟ ليه دمرتيني؟ هجيب 8 كمبيوتر منين دلوقتي؟ انا انتهيت. انا اسفه ولكن كان لازم اساعدك وابعدك عن اللعبه ديت خالص. ما كانش قصادي حل غير كده. جوزي انتظروا يا أصحابي يا جامدين الجزء السادس. معلش يا جماعة عشان النور قطع عندي، بس معلش يا جماعة. وسلام يا أصحابي يا جامدين.